الاهلي بوشين، وش في الشوط الاولاني بيضيع 4 5 اهداف ولا كانه برشلونه بيلعب في الافتتاح، ووش الشوط الثاني كولر وصن داونز بيعدي كده من قدام عينيك، تحس انك قلبت الكاسيت والشريط بيسف. تعال اقول لك كل الخطايا والموبقات والكوارث اللي ارتكبها المدرب في اول ماتش رسمي ليه، وارتكبها اللعيبه الكبار قبل الصغيرين. تعال اقول لك على حظوظنا في التاهل، لسه في امل. اولا التشكيل، ازاي يبقى معاك 6 اجنحه وتبدا بجناح واحد؟ يعني ايه الفكره اللي كانت في دماغك؟ كل الناس وهي بتحلل مش عارفين احنا بنلعب 4-4-2، 4-3-2-1، 4-3-3، ما كانتش واصله للناس اصلا انت عايز تعمل ايه. حظك واصابه امام خلتك ترجع لفكره الوينجين ونزلت زيزو. الدنيا بقت قدامك كويسه، زيزو في اليمين، تريزيجيه في الشمال، بن رمضان في القلب، بقت مفهومه. العيب اللي كان فيها هو ان مفيش انسجام، ولسه الثلاثه دول مش عارفين بعض، مش عارفين بيلعبوا ازاي. بس الفرقه اللي قدامك كان دفاعها مهلهل تماما، فانت كنت عارف تروح. ازمه التشكيل الحقيقيه كانت في الدفاع. ياسر واشرف داري مستحيل يلعبوا جنب بعض. ما ينفعش ياسر كل ما يمسك الكوره عمال يحجر عليها، مش عارف يباصي يمين ولا شمال، مش بتاعته. ازاي تسيب بيكهام المدافع الوحيد اللي هيطلعك بالكوره وتلعب 2 ما عندهمش غير البدني والكور العاليه والالتحامات؟ ازاي تبني تشكيلتك على ماتش واحد بس اتفرجت عليه؟ طب فين عماد النحاس؟ ما هو كان بيلعب 6 ماتشات وعارف مين اللي جاهز ومين اللي يعتمد عليه ومين اللي اخر واحد افكر فيه. الشوط الاول ظهرنا بالشكل الحلو ده هجوميا بسبب الفرقه اللي قدامك، كميه اخطاء دفاعيه كارثيه، كميه مساحات كانوا سايبينها لك، بيقول لك خش اتفضل جيب جون. انت نجمت حارس مرمى انتر ميامي، خليته احسن حارس في البطوله، وصدقني هو مش بالمستوى ده. اللي خلاك ما تسجلش جون في الشوط الاول هو ان كل واحد في الملعب كان طمعان ان هو اللي يجيب الهدف. حتى ضربه الجزاء هي النموذج الحي اللي بيقول لك الموضوع ده. 3 بيتخانقوا عليها. انت لحد دلوقتي مش عارف هو المدرب كان قايل لحد معين يسدد، ولا هو هيقول لهم في الملعب مين اللي يسدد، ولا هي سايبها كده بالبركه. مش معقوله 3 نجوم كبار انت مش عارف مين فيهم اللي هيشوط. مش معقوله كل الكور الثابته اللي الاهلي بيشوطها انت مش عارف مين المتخصص. نقلب الصفحه ونخش الشوط الثاني. فرقتك وقعت بدنيا. انتر ميامي عرف ان انت فرقه جامده، وان انا المفروض ما اسيبش المساحات اللي كنت سايبها دي، وقف لك ورا وبدا يعتمد على مين؟ العب الكره لميسي. في الشوط الاول ميسي كان بيرجع لحد نص الملعب عشان ياخد الكوره، ما هو مش طايلها. في الشوط الثاني الكوره بقت بتجيله زي ما هو عايز. ليه؟ انت مش قادر تجري، انت مش قادر خلاص تكمل، البنزين خلص. طب الحل ايه؟ تغييرات. وهنا بقى نفسي اسال سؤال، ويا ريت تجاوبوني عليه في الكومنتات. مين اللي واخد قرار التغييرات في الماتش ده؟ هل خوسيه ريبيرو اللي هو لسه شايف الفريق بس في الماتش اللي فات، ولا المدرب المساعد؟ مش ممكن يا جماعه يبقى حسين الشحات خيار ليك في الماتش ده. اذا كان عماد النحاس ما اعتمدش عليه في 6 ماتشات في الدوري، وكان معتمد على بن شرقي اساسي، يبقى ازاي حسين الشحات هيبقى له دور في الماتش ده؟ بن رمضان وتريزيجيه يخرجوا من الملعب. طب بن رمضان وقلنا بنزينه خلص فمتوقع. تريزيجيه ليه بيخرج من الملعب؟ ما الراجل فت وكويس. زيزو دخل وزيزو خرج تاني. انت واضح انك من قبل الماتش كنت مقرر انك هتلعبه نص ساعه. اصابه امام خلتك تنزله من الشوط الاول. مش معنى كده ان انت لازم تطلعه تاني، ما الراجل واقف على رجله. انت اصلا مش واخد بالك ان انت كده في الاخر عملت 4 تغييرات مش 5؟ يعني حتى ما استفدتش بالعدد اللي معاك. انت عمال تعدل في الخطه لدرجه ان انت لعبت 4 لعيبه في مركز 10. بداتها ببن رمضان، بعد كده رحت لزيزو، بعد كده رجعت بن رمضان، بعد كده رحت لحسين الشحات، بعد كده نزلت قفشه. مش ممكن. انت لو فاكر كده ان انت بتلخبط الفرقه اللي قدامك او ان انت بتعمل عليهم شغل، انت بتلخبط فرقتك نفسها. انت حولت المباراه من وان سايد جيم لفريق جبان مش قادر يطلع من 18، وبيدعي ربنا انه ما يخسرش النقطه اللي باقيه له. حسين الشحات، انت مصمم كل نسخه من كاس العالم تخرجنا من هدومنا. بتاخد الكوره انا مش عارف هي اصلا بتجيلك ليه في الهجمه، وتفضل ماشي بيها. لا انت هتباصي ولا انت هتشوط ولا احنا عارفين انت ناوي تعمل ايه، ولا انت اصلا عارف انت هتعمل ايه. هو حد قال له ان احنا بنلعب المره دي في امريكا فالمفروض انك تجري بالكوره لحد الخط ما تسجلش جون؟ طب هو ليه اصلا نزل؟ بيدافع احسن من بن شرقي؟ طب الراجل كان واقف على نقطه الجزاء والمفروض يطلع الكوره بدماغه، بيسيب الكوره تماما واللاعب بيطلع من فوق منه ويلعبها بدماغه. بيهاجم احسن من بن شرقي؟ قول لي على قرار واحد اخده صح بن شرقي ما كانش هيعرف يعمله. حسين الشحات حسمها من قبل الماتش ده لما طلع في اللقاء وقال لك انا عايز ابعد عن الضغوط، واحنا قلناها قبل كده. حسين الشحات خلاص قدم كل اللي عنده، والاحسن ليه ولينا انه يشوف مكان تاني. الراجل ده فاجئني بتصريح بعد الماتش بيقول لك ان هو كان مخضوض في اول مباراه رسميه ليه.
انا متفهم خوفك، بس ازاي تعلنه؟ ازاي توصل للعيبه ان انت نفسك اللي كنت مخضوض مش هم؟ انا عارف ان انت موقفك مش على قد كده ومعذور، ولسه بقالك 3 4 ايام بتتعرف على اللعيبه وما تعرفش اصلا تفرق ما بين اسم بن شرقي من الشحات، كل ده مفهوم. بس هو انت ازاي هتتغلب على الظروف اللي انت اتحطيت فيها دي الا بشخصيتك؟ انا ما كنتش سامع صوتك في الملعب، انا كنت حاسك بتشاور. طب انتوا ايه رايكم في المدرب؟ انا عارف ان هو ما لعبش غير ماتش واحد وصعب انك تحكم عليه، بس الملامح العامه كده اللي انت شفتها في اول ماتش، هل المدرب ده بشخصيه الاهلي، ويمكن اول ماتش مع الخضه اللي بيتكلم عنها مع الظروف مع الرطوبه ممكن تكون هي السبب في اللي حصل، ولا المدرب ده لا يصلح للاهلي؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير، ولو ما اشتركتش في القناه تشترك. طب هي كده خلاص خربت ولا لسه فيها امل؟ بصراحه عشان ما اكدبش عليك، 3 نقط بتوع انتر ميامي هم اكتر 3 نقط كنا نقدر نحققهم. اما بالميراس وبورتو فلو عرفت تجاري الريتم بتاعهم او تكسر الريتم بتاعهم ممكن تخطف لك 3 نقط وتبقى خطفتهم من بق الاسد. انما لو فضلت تلعب بالريتم بتاع ماتش انتر ميامي ده يبقى يلا بينا نروح وكفايه كده. ولو المدرب نفسه يحقق الكلام ده فنصيحتي ليه ثنائيه ياسر وداري ما تتكررش، تريزيجيه وزيزو ما يطلعوش من الملعب الا لو مش قادرين، ديانج لازم يبقى ليه دور. لو كملت الفيديو ده للاخر كمل جميلك وقول لنا حظوظ الاهلي في التاهل من المجموعه دي ممكن تكون ازاي. كان معاكم احمد البنا من استوديو روتيشن، كان المفروض يكون معايا محمد العوامي النهارده بس هو عنده برد، ادعوا له ربنا يشفيه، ان شاء الله يبقى معانا في الحلقات الجايه.